بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا كده طبعا نبدا اليوم النهارده كده بالصلاه على حبيبك النبي. تمام. النهارده احنا عندنا مباراه، يعني هو ما يقال عليها ان دي مثلا فاضل حوالي ساعتين مثلا او اقل من ساعتين على مباراه الزمالك والمصري، وهي واحده من اهم مباريات الزمالك الموسم دوت. انت بتلعب المصري انت مفارقه هو مفارقك بواحد بونت، وانت بعديه الخساره اللي فاتت ليك. تمام. فاحنا المفروض اللي احنا لا غنى عن الثلاثه بونت. مش هينفع يا عم فريرا الا الثلاثه بونت، ولا نقول بقى انت بتلعب بمين ولا ما بتلعبش بمين، ومين اللي في التشكيله ومين اللي بره التشكيله. ايا كان مين اللي في التشكيله وايا كان مين اللي بره التشكيله، انا ماليش دعوه. احنا هنتكلم في الحوار دوت بعد المباراه. لك دلوقتي لا، دلوقتي معاك كل التقدير وكل الاحترام وليك كل الدعم مننا كجمهور الزمالك. تمام. عليك بعد الماتش لا قدر الله، لا قدر الله، لو حصل اي حاجه لا قدر الله، مش هتلاقي كلام يرضيك. اقسم بالله العظيم هتلاقي كلام مش هيرضيك بجد. يعني هتسمع حاجات غريبه وهتقول وهيتقال عليك بلاوي البلاوي. فانت بكل ادب وبكل احترام كده تبدا ب 11 راجل وفكك من سيف فاروق جعفر خالص. ما يلعبش كوره بباريزه، ده يغور في داهيه عليه وعلى امه تغوره. تمام. فاحنا نهدى كده، والتشكيله ايا كان اللي هتبدا بيها، ايا كان اللي هتبدا بيها مش فارقه معانا. تمام. حلوه بقى وحشه، تنزل ما تنزلش عادي، مش فارقه بباريزا. فاهم حاجه المكسب الثلاثه بونت، وبعد كده نحل لا قدر الله اي حاجه غير الثلاثه بونت. هنرجع ونمسكك بقى، مش هتفق تشطيفه حلوه وتتكل على الله. وشكرا، انتظرونا بعد المباراه.